بما ان احنا في نهاية السنة وهنبدأ نعمل تقييم اداء الموظفين، فقررت ان انا اعمل اداء تقييم الموظفين بس بطريقة جديدة زي الطريقة دي. تعال نشوف ازاي نعمل اداء الموظفين بالطريقة دي. طيب، اول حاجة لو انا مجمع في جدول اداء الموظفين زي مسلسل اسم الموظف، ايه الحاجات اللي انا بقيم الاداء بتاعه عليها؟ زي حل المشكله، الابداع، التواصل او الكوميونيكيشن، والعمل في فريق، وكيفيه الاداره او الاداره، ومديله تقييم من 100. هبدا اعمل ايه؟ اول حاجه هاخد نفس الخط الاساسي هنا واحطه في نهايه او في شيت تاني مختلف. بعد كده هبدا اعمل معادله في لوك اب، وهكرر في لوك اب على الخط كله، بس اهم نقطه ان انا هحط التقييم اللي هو التوب، وده هيكون 100 الى الاخر. هبدأ بعد كده اعمل تقييم الموظفين. مثلا هاخد التقييم الاول او الموظف الاول وهبدأ اشتغل على في لوك اب، فانا اقول له بيساوي في لوك اب، اختار اللوك اب فاليو الرقم ده، فاصلة، اختار الجدول اللي فوق، ثبت القيمة، فاصلة، العمود هيكون رقم 2 فاصلة 0 اللي هي الاكزاكت ماتش. ما انساش طبعا ان انا هثبت القيمة الاساسية اللي هي 1. هكرر العملية عليهم كلهم واتأكد ان انا في كل مرة بغير رقم العمود. هسطر الجدول بتاعي طبعا وهخلي كل الكلام في النص. طيب، هبدأ دلوقتي اعمل التشارت اللي اسمها الرادار تشارت. هعلم على البيانات بتاعتي وهروح له من انسرت واختار ريكومندد تشارت. عندي طبعا ممكن اختار انسرت تشارت او ريكومندد تشارت، واللي منها هختار اول تشارت واختار رادار اهي وادوس اوكي. هبدأ اشيل الاضافات اللي عندي زي الخط الاولاني او الخطوط التوضيحية، ممكن اشيل التشارت تايتل، ممكن اشيل الارقام. هبدأ اخلي شكل الرسمة يبقى في شكل مربع عشان حجمه يبقى ظاهر قدامي. ممكن اختار حجم او اللون الخلفية الاسود، او اختار لون يكون غامق شوية. هختار الشفل لونه كحلي، ممكن اختار حاجة اغمق كمان. هقول له لو سمحت الخطوط تبقى كلها باللون الابيض وما انساش ان انا اعملها بوض. ممكن اكبرها الخط شويه كمان لو انا حابب. هبدا اختار من فورمات ان اللون الخارجي بتاع الخط الاساسي اللي هو التوب انه يكون باللون الابيض. اما بالنسبه للشارت بتاعتي، هبدا دلوقتي عايز اقول له شارت ديزاين واقول له شارت تايب، وهبدا اعدل الشارت تايب بتاعت احمد علاء، اخليها بدل ما هي رادار عادي هختار فيلد رادار اللي هو يكون فيها البيانات ممتلئة، وادوس اوكي. هبدأ ادوس عليها واقول له من فورمات سيلكشن، كده هيبدأ يديني الالوان. هختار اللون وليكن سوليد واختار اللون الاحمر، ومن اللاين ماركر هختار سوليد واختار برضو اللون الاحمر. ممكن ابدأ اعمل الترانسبيرنسي ازودها، او طبعا لو انا حابب ان انا اخلي اللون بتاعي يبقى اخضر بالشكل ده، يبقى انا هغير في اللاين هنا وهغير في اللاين هنا، وبكده يبقى انا ظهر عندي هنا شكل الرادار او الرسم البيانيه اللي بتقول لي احمد علاء تقييمه ايه من حل المشكلات والابداع والتواصل وعمل الفريق والاداره. طبعا لو اخترت هنا رقم 2 بدل 1 او 3 ودوست انتر، شكل التقييم هيختلف، وهنا هيبان عندي ان الموظف اللي هو جابر خالد عنده امكانيات كبيره جدا في الابداع والتواصل، لكن العمل في الفريق والاداره وحل المشكلات عنده عجز كبير فيها. طيب، لو حابب اضيف اسم الموظف ممكن اعمل insert text box، وهعمل التكست بوكس او مربع النص هنا
وهقول له هنا في المعادلات او شريط المعادلات بيساوي، واروح اشاور على اسم الموظف. ما انساش ان انا اكبر الخط واجيب الكلام في النص، وهنا ممكن الغي الخلفيه اللي هي الابيض والاطار الابيض اللي موجود، واقول له ان انا عايز لون الخط يبقى ابيض. كده بمجرد ما هكتب هنا 5 يقول لي ايمان جابر. ايمان جابر شاطره جدا في العمل في الفريق، عندها امكانيه حل المشكله ومبدعه في حل مشاكلها، لكن امكانياتها في الاداره والتواصل ضعيفه جدا. تقدر طبعا تغير مكان العناوين دي، الكي بي ايز اللي انت بتشتغل فيها، سواء في مجال السيلز او في اي مجال. لو عايز تتعلم اكتر عن التشارت تابعني، وتقدر تشوف تحليل البيانات، تتعلم تحليل البيانات من خلال القناه بتاعتنا. مش محتاج منك غير الاشتراك، ما تنساش اللايك والشير. شكرا لك.